ولادك مرضانين وما عارفانة شو بدك تعملي؟ تعالي لخبرك على هذا السر اللي خبرتني عليه ماما. هاي الأكلة هي رفيقتي لما بكون ولادي مرضانين، كتير صحية وكتير مفيدة، وبأمن عليهم أنهم أكلوا طعام صحي ومفيد من البيت. أول شي بختار نوع معكرونة هن كتير بيحبوه، ولادي كتير بيحبوا هذا النوع من المعكرونة الديربي. هأسلقه، بعدين معلقتين لبن، معلقتين طحينة، وسنين توم، ونص معلقة ملح. بدي أحكي لك عن هذا الصوص قديش هو مهم وكتير مفيد. معلقتين اللبن هن كيان خمائر، الطحينة كتير مفيدة للسعلة، والثوم هو مضاد التهاب. فأنتي حتساويه وأنتي كتير مقتنعة ومطمنة كمان. خليت شوي من مية سلقة المعكرونة، ما حطيت أي نقطة زيت أو سمنة، واللي حطيتهم فقط بهار توم أنا عملته على إيدي، وبهار بصل أنا عملته على إيدي لعزز النكهة فقط. هون ححط اللبن اللي عملته أنا وياكم على المعكرونة، وحيكون طعم كتير صحي ومفيد، وهن نختاروا. المعكرونة هي أصلا معشوقة الأطفال. بليز تابعوني لوصفات جديدة وصحية.